النهارده جبت لكم أداة حلوة جدا هتنفعك في موقع ادوبي ستوك. الأداة دي بتعمل اب سكيل للصورة وبترفع جودتها. فيلا بينا نشوف الأداة. هنخش على موقع اسمه بيكسل كات. موقع أول ما بتفتح بيكسل كات بيكون بالشكل ده. تمام، فبنخش على اب سكيلر. الأداة دي بفلوس. الأداة دي ب10 دولار في الشهر. تمام، فأنا عملت اشتراك شهري فيها وعشان أجرب الأداة إن شاء الله تنفعنا في موقع ادوبي ستوك. فان شاء الله هنشوفها دلوقتي. الميزه في الاداه دي انك بدل ما بتعمل ابلود لصوره تقدر تعمل فيها باتش للصور، او يعني بترفع كذا صوره فيها. فاحنا هنرفع مثلا الحاجات بتاعتنا دي. الفايل ده كله اسمه انبوت. بترفع الباتش الواحده، بترفع لحد 200 صوره في المره الواحده. دي 181 صوره. انا مسمي الفايل انبوت، فهاخد الفايل واحطه فين؟ احطه هنا. هو كده هيعمل اب سكيل للصور. تمام، وبيعملها انهانسمنت، تحسين. تمام، دي الميزة. فهو كده بيقرا الصور اهو. فبيعمل اب سكيل للصورة وتحسين ليها واحدة واحدة. بعد ما بيخلص الصور كلها وبيعمل لها تحسين، اقدر اعمل لهم داونلود اول وبيتحملوا، واقدر ارفعهم على موقع ادوبي ستوك. بس قبل ما ارفعهم على موقع ادوبي ستوك هنعمل خطوة كده هنعرفها بعد ما نخلص الجزء ده. بعد ما نخلص الموقع اب سكيل هنشوف الخطوة دي هنعملها ازاي مع بعض. طيب، وبكده الصور بتاعتنا اتعمل لها اب سكيل. فهنعمل لها هنا داونلود اول. هنا بيحصل داونلود ان بروجريس. بيضغط لي الصور دي كلها في ملف مضغوط. المفروض بتتحمل عندي زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين هنا بيكسل كات 159 ميجا. تمام، افتح الملف ده، اجي عند الداونلود او البيكسل كات ده، احطه في فولدر، او ممكن اعمل اكستراكت هير، اكستراكت اول، واعمل اكستراكت، واعمل كي. عمله لي في فايل اسمه بيكسل كات اكسبورت اهو. بيكسل كات اكسبورت. وافتح الفوتوشوب. هاجي عند فايل، هاجي عند سكريبت، هاجي عند ايمج بروسيسور، واختار الملف بتاعي زي ما قلنا اسمه بيكسل كات اكسبورت، وادوس اوكي. والصور هتتحفظ في نفس اللوكيشن، سيف ان سيم لوكيشن. تمام، واعمل سيف از جي بي جي. اعمل كواليتي 12، اخليها 7000 في 7000 عشان اخليها فوق ال 4 ميجا. تمام، يعني الصورة هنا دلوقتي حجمها كام؟ حجمها مثلا 751 ميجا. ميجا و300 كيلو بايت. ف يعني لو عملت صورة از هنا، صورة از ascending، اكتر حاجة عندي ميجا. ميجا وسبعة 700 كيلو بايت. دي مش هتنفع فين؟ في ادوبي ستوك، فلازم اخليها فوق ال 4 ميجا. خليت هنا 7000 في 7000 واعمل رن. كده بيعمل لي اب سكيل للصور بتاعتي. تمام، آه بحيث انها تكون فوق ال 4 ميجا. لو هنيجي هنا في الفايل اللي اتفتح، ده هو بيعمل اب سكيل للصور. ادي 5 ميجا، 6 ميجا، 6 ميجا، 9 ميجا، وهكذا. هيعمل لي اب سكيل للصور كلها ال 181 صورة بشكل اوتوماتيك من غير اي مجهود. وبعد ما بيعمل الصور اهي، الصور هنا بتعد معايا. بعد ما بيعمل الصور ان شاء الله هنرفعها في ادوبي ستوك، والدنيا مش هتاخد وقت ان شاء الله. بص الصورة اهي اهو. شايف انا كبرت اهو. الدنيا ما شاء الله يعني واضحة جدا وموقع هيقبلها. الموقع ان شاء الله هيقبلها. فاهم؟ كده 73 صورة لسه. نشوف صور تاني. شايف؟ نشوف الكواليتي بقى مع بعض. كواليتي عالية جدا بصراحة، مفيش اي نويز، والدنيا في اللذيذ يعني. اهي، مفيش اي نويز، مفيش اي حاجة. كلها ان شاء الله صور حلوة قوي. تمام، حتى دي اهو. اهو، فالدنيا لطيفة بصراحة. كده هو عمل كام؟ 107 صورة. هننتظر لحد ما يخلص الصور عشان نرفعها في ادوبي ستوك.
وبكده عمل ال181 صورة. هنفتح موقع ادي بستوك، ادي بستوك، ونيجي عند ابلود فايلز، ونيجي هنرفع، ندوس على كلمة ابلود دي ونرفع الصور بتاعتنا. هنعمل لها سيلكت اول، كنترول اي، وناخدها كده نحطها هنا. كده هيرفع ال181 صورة، وان شاء الله هعمل لهم سبميت. وبعد ما اعمل لهم سبميت باذن الله هوريكم النتيجه ان شاء الله. وكده انا وريتكم اداه بتاعه الاب سكيل من موقع بيكسل كات. ان شاء الله هسيب لكم الرابط في الديسكريبشن. لو ما اشتركتش في موقع ادوب ستوك، موقع ادوب ستوك من المواقع الحلوه جدا، فلازم تشترك فيها. ولو ما اشتركتش في موقع فري باك برضو اشترك فيه، وانا هسيب لك الرابط في الديسكريبشن برضو. واستخدم الطريقه دي في موقع فري باك، لعل وعسى يتقبل الحساب بتاعك في موقع فري باك. مش مشكلة تدفع $10، ولكن هتقدر ان شاء الله تدخل في الموقع بتاع فري باك ويتجيلك فلوس بالدولارات. وده الايميل اللي جالي من ادوبي بعد ما التحميلات عملت لها سبميت. كان اكسبتد عندي اول صور المقبولة 69 والمرفوضة 3 بس، في حين ان قبل كده كان ممكن نص عدد الصور اللي انا عامل لها سبميت كان ممكن تترفض. فدي كانت أداة حلوة جدا، أنصحكم إنكم تستعملوها. وأشوفكم الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.